ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكويسين. النهارده بقى هعمل لكم وصفه. انا هعمل البانيه الصيامي الاقتصادي تحفه، اللي مش هتفرقيه عن بانيه الفراخ خالص. شكله جميل جدا، طعمه روعه. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هجيب البطاطس، طبعا كيلو ونص براحتك خالص، الكميه اللي انت حابه تعمليها. بعد ما هجيب البطاطس واغسلها كويس قوي، احطها في حله علشان نسلقها. سلقتها، والسلق يكون سلق كامل، علشان احنا محتاجين نهرسها تكون سهله في الهرس. خلاص سلقتها وقشرتها وهرستها خالص زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نحط فيها ملح وفلفل اسمر وكزبرة وكمون وشوية صغيرين من الكركم. طبعا الكركم عشان اللون، مش حابة تحطيه استبعديه. بعد ما حطيت البهارات على البطاطس المهروسة، هبتدي أقلبها تاني وأهرسها تاني، لو في حتة كده ولا كده نعيد عليها. تمام. بعد ما هرستها همسكها كده بإيدي زي ما كنت بتعامل مع عجينة. يعني أنا هوريكم دلوقتي الملمس بتاعها يكون إزاي. بس انا بعيد كده عشان ممكن يكون في حته ما ترستش فاتتني كده. طيب شايفين بقى الملمس بتاعها بيكون بالطريقه دي. هنجيب حته كده بين ايدينا ونعملها كده زي العجين. بقت بالشكل ده كده يبقى تمام قوي قوي. كده بقت مظبوطه وتمام، ومش محتاجه نحط عليها بقى اي حاجه تاني. تمام كده. لكن لو تعبانة، لو لقيتها مثلا العجينة سايحة في ايدي او طرية قوي، ممكن احط معلقتين بقسماط، معلقتين دقيق، مفيش مشكلة. هبدأ اشكلها بالحجم ده كده، شبه بعد ما شكلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بنكورها وبنفردها كده، بندوس عليها بالشكل ده. شايفين؟ هعملها كلها بنفس النظام ونفس الحجم ده كده، وما تكونش رقيقة ولا تكون تخينة. بعد ما خلاص شكلتها، هنجيب بقى طابولة فيها دقيق، يعني فيها كوباية من الدقيق، وهنزل عليه بالمية أخليه مش سايل قوي ولا تخين قوي، يعني زي الكريب كده. أحط له شوية ملح وشوية فلفل، أطعمه كده عشان ما يكونش عادم، وهقلبهم كده وهسيبهم على جنب. هنجيب ايه تاني؟ هنجيب طبق كده فيه كورن فليكس، أو فيه ممكن نحط بقسماط ناعم ونحيقه بملح وفلفل ونشتغل بيه. لكن الكورن فليكس بيدي طعم وشكل أظرف كتير، حلو أوي. تمام. طيب بعد ما خلاص عملت العجينة وجبت كورن فليكس وتمام، هنحط بقى طاسة على النار فيها زيت. أنا محتاجة الزيت هنا يسخن كويس جدا. أول ما ببتدي بشتغل بيبقى سخن جدا. بعد كده بغطيه علشان يستوي من جوه، البطاطساية مستوية اوريدي، عشان تستوي كمان تبقى مظبوطة وتتحمر من بره. تمام. هجيب بقى ايد من العجينة واحط في الكورن فليكس واضغط ضغطة حلوة، علشان الكورن فليكس يثبت فيها، ما يقعش، مجرد ما احطه في الطاسة ما يقعش. تمام. والايد اللي اشتغل بيها في الدقيق مش هحطها في الكورن فليكس، علشان يعني ايد وايد عشان ما يعجنش. خلاص هعمل كله بالشكل ده كده. هنروح بقى على البوتاجاز زي ما قلت لكم، محتاجين شوية زيت حلوين وكمان يسخنوا كويس جدا. هحط الطاسة، احط فيها الزيت وهسيبه يسخن كويس جدا زي ما قلت لكم. بعد كده ابتدي اقليه ومش هحركه خالص، يعني مجرد ما احطه في الطاسة. اقلبه امتى؟ لما الاقي الجوانب بتاعته بدأت تاخد لون دافي ابتدي اقلب، لكن غير كده ههز الطاسة كده هزة بسيطة بس كده، مش محتاجة ان انا اقلبه بشوكة وكده. انا لقيت الوقت ان هو خلاص بدأ ياخد لون بسيط، هبتدي بقى اقلبه على الناحية التانية. شايفين؟ نقلبه كده بالراحة. شايفين الواحدة لا بتتكسر ولا بتتشقق ولا أي حاجة، زي العسل، وماسكة نفسها ازاي. بس كده. لو انت حابة تطلعيه باللون ده ماشي، حابة تطلعيه أغمق ماشي. هبتدي طبعا يا حبايبي أطلعه كده على مناديل عشان الزيت، وأحط بقية الكمية لغاية ما أخلص كله، وبعد كده نشوف شكله النهائي. نشيله كده ونحطه على مناديل. هبتدي أحط بقية الجزء المتبقي. تمام. ومش هنقلبه زي ما قلت لكم، هحطه ومخلص خالص بالشكل ده. اوريكم شكله. شايفين شكله قد ايه في منتهى الجمال
حاجة كده محدش يصدق إن دي بطاطس. كده حبايب قلبي وصفتنا انتهت، يا ريت تجربوه يعجبكم. ممكن نعمله سندوتشات، ممكن جنب مكرونة، ممكن عيش بالطحينة. كده وصفتنا انتهت، باي باي.